السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر أحمد العبد من قناة دروس عالمية أونلاين. إن شاء الله هنكمل مع بعض حل نماذج امتحانات كتاب المعاصر للمراجعة النهائية المطابقة لأحدث المواصفات ل 15 نموذج المجانيين. الرابط بتاعهم موجود في الوصف أسفل الفيديو. ولو ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت سواء حل المحافظات من بنك الأسئلة أو الخمس نماذج أو الست نماذج اللي فاتوا، هتلاقي الروابط في الوصف أسفل الفيديو مع بعض الروابط الخاصة بأسئلة التفكير النقدي لقصة جزيرة الكنز تريجر آيلاند، ورابط لمذكرات مجانية للمقال والترجمة. حتى المقال بتاع الامتحان بتاع النهاردة هيكون موجود في الوصف أسفل الفيديو. وطبعا واحنا بنحل بنقول معاني الكلمات والسبب بتاع الحل، واحيانا بنستشهد بسكرينات خاصة بالجرامر اللي موجود في الامتحان ونعلق على كل التريكات الموجودة فيه، يبقى انت بتحل وبتراجع في نفس الوقت. وكمان هسيب لكم رابط جروب الواتساب وقناة الواتساب اللي بننشر عليها كل حاجة من فيديوهات ومذكرات مجانية. يلا بينا نبدأ مع حل النموذج السابع. أول سؤال عندنا اختار إجابتين من خمسة زي ما احنا متعودين. نمبر 1: She did a or an نقط search for the good hotels in this area. هي قامت بعمل ايه؟ بحث يعني. طبعا بالنسبة للفنادق الجيدة في المنطقة دي، البحث ده يا ترى offline، online، disconnected، connecting، internet. طبعا هنا أول إجابة هتبقى أول حاجة عندي online، يعني بحث عن طريق الإنترنت. كمان تنفع internet search، الاتنين صح. نمبر 2: to make sure that no one can use your mobile when you are away. عشان تتأكد ان محدش هيستخدم الموبايل بتاعك وانت خارج المنزل. it's better to have a or an. من الافضل ان يبقى عندك ايه على الموبايل. طبعا اول واحدة هتبقى كلمة lock، يعني يبقى ليه رمز او غلق، يعني بتغلق الموبايل برمز معين. وباسورد اللي هو كلمة السر. ناخد بعد كده النوع التاني من الأسئلة. نمبر 1: My elder brother not math easier because he was good at it. أخويا الأصغر طبعا بيساعدني في إن أنا أحل الرياضيات بسهولة لأن هو إيه؟ كويس فيها. خلي بالك هنا كلمة هيلب موجودة في الاختيارات كلها. لها طبعا قاعدة إيه؟ يجيب لك هيلب بعدها مفعول تو المصدر، أو هيلب مفعول مصدر مباشرة اللي موجودة letter A. تمام، يبقى هيلب مين learn. نمبر 2: This is the most interesting novel I have نقط read. طبعا read لأنها تصريف ثالث. يقول لك دي أكتر رواية يعني أو قصة ممتعة أنا قرأتها في حياتي. دايما لما يكون جايب لك قلنا تفضيل بنستخدم ever، لكن لو في مقارنة بنستخدم never. يعني لو قال لي كلمة more أو less هجيب never، لكن لما يقول لي the most أو the least يبقى هنا هجيب ever. نمبر 3: The trumpet is a musical instrument that not by musicians all over the world. طبعا آلة الترامبت اللي هو البوق طبعا ديت آلة موسيقية. that نقط الآلة الموسيقية ديت وجايب لك بعدها يقول لك by musicians بواسطة الموسيقيين. إذا الآلة هنا تعتبر مفعول، فبالتالي بجيب مبني المجهول. يبقى هنا letter A is played by. لأن لو قلت use to اعتاد عن مش هتنفع. is playing بتعزف هي ما تنفعش، ولا كلمة plays كمان. نمبر 4: He walked for a long time till he finally got نقط his destination. هو مشي لفترة طويلة حتى طبعا في النهاية got وصل ايه للمقصد او وجهة الوصول بتاعته اسمها ايه got to، لان قلنا get to يصل الى. نمبر 5: I'm looking forward نقط the new art exhibit. طبعا هنا بيقول ان انا اتطلع الى المعرض الجديد بتاع الفن. خلي بالك look forward to زائد الفعل زائد ايه ing. تمام، يبقى هنا letter دي to seeing. Number 6: he was so active that he took نقط in different activities at his hotel أو his school. طبعا هو كان نشيط جدا ذاتي لدرجة ان هو he took نقط يعني اشترك في أنشطة مختلفة في المدرسة، يبقى took part in، يبقى letter B. Number 7: the author of this book مؤلف الكتاب ده is a famous man of arts، يعني رجل مشهور بالأدب والفن. The best word to replace author is. أفضل كلمة نستبدلها ونجيبها مكان كلمة author هتبقى إيه؟ طبعا writer اللي هو الإيه؟ المؤلف أو الكاتب. Number 8: her not it changed once she heard of her success. إيه طبعا اللي اتغير فجأة بمجرد ما سمعت نجاحها؟ طبعا expression، التعبيرات بتاعتها على وشها مثلا وضحت أو اتغيرت. طبعا سعيدة لأنها نجحت. Number 9: I didn't know a lot about them because we didn't get in not for long. أنا مش عارف حاجات كتيرة عنهم لأننا طبعا لم إيه get in touch with أو get in contact with. طبعا إيه اللي موجود فيهم contact with، يعني لم نكن على اتصال مع بعض يعني لفترة طويلة. Number 10:
white blood cells خلايا الدم البيضاء not the body against infection. المفروض ان هي بتدافع عن ايه؟ بتدافع للجسم يعني عن العدوى، يبقى هنا defend يدافع. Number 11 they built a نقط to protect them against the enemy attacks. طبعا هم بنوا ايه؟ عشان طبعا يحميهم ضد هجوم الاعداء. طبعا هنا كلمة fort اللي هي ايه؟ اللي هي قلعة letter C. وطبعا الكلمة الأولانية زي كلمة فورت برضو، لكن اسمها فورتي. طبعا ديت معناها اللي هو الموطن، لكن فروت فاكهة، وفورتي اللي هي 40. نمبر 12 A بيكلم B يقول له هنا could you lend me 100 باوند؟ ممكن تسلفني 100 جنيه لو سمحت. فطبعا رد عليه قال له certain certainly currently curtain. طبعا هيقول له بالتأكيد، يبقى letter B certainly. نمبر 13 how long ago، بدل قال لي how long ago يبقى على طول past simple tense. كمان جايب لي هنا مصدر الفعل، يبقى did you visit your uncle. مش هينفع اقول had done you visit. نمبر 14 they plotted not the new manager fail. طبعا هم تآمروا، عايز يقول لك بقى يا ترى مع المدير الجديد او ضد المدير الجديد. خلي بالك بيقول لك الفشل، اذا هم عاوزينه يفشل. لو قلت لي they plotted against making، اذا دول تآمروا ضد فشل المدير، اذا هم مع المدير. كده المعنى مش صحيح. لكن هنا they plotted to make the new manager fail، هم تآمروا لكي يقوموا بايه؟ بجعل المدير الجديد يفشل. اذا هنا letter A. ناخد بعد كده الكومبريهنشن، قطعة الفهم. زي ما قلنا قبل كده بنستخدم حاجة اسمها skim and scan. skim قراءة عابرة للقطعة كلها، نفهم بتتكلم على ايه. بعد كده scan بقرأ قراءة تفصيلية بس بعد ما أقرأ الأسئلة عشان أبحث على معلومات معينة، بعمل لها scan يعني. Now all our free time is regulated by TV. دلوقتي وقت فراغنا بقى منظم، ويعني متحدد بجدول مواعيد كده حسب التلفاز. We rush home to be in time for this or that program. بنندفع واحنا راجعين الى المنزل، بنروح المنزل بسرعه يعني مندفعين عشان طبعا نروح نسمع برنامج معين. We have given up sitting at table and having an evening meal of the day together. طبعا احنا اقلعنا عن الجلوس على الترابيزه ونتناول وجبه المساء مع بعض بسبب التلفاز. A sandwich will be enough to enjoy the program to the full. طبعا سندوتش يعتبر كفايه عشان الواحد يستمتع بالبرنامج. The TV demands absolute silence and attention. التي في طبعا بيتطلب صمت تام وانتباه تام. If any member of the family dares to open his mouth during a program, he is quickly silenced. خلي بالك من معنى الجملة. لو أي عضو من أعضاء الأسرة بيجرؤ إنه يتكلم أثناء برنامج مهم مثلا، كل الأسرة طبعا بسرعة بيسكتوه، يعني silenced بيخلوه يصمت. All generations are growing addicted to TV. كل الأجيال يعني كبرت وهي مدمنة على التلفاز. Food is left uneaten. الطعام يترك بدون أكل. Homework undone والواجب بدون عمل. And sleep is lost وحتى بنفقد النوم. To keep the children quiet وعشان نخلي الأطفال هادئين، mothers put their children in the living room and turn on the TV. الأمهات بتضع الأطفال في حجرة الجلوس وتبدأ إيه؟ تشغل لهم التلفاز. It doesn't matter that the children will watch rubbish programs. مفيش مشكلة، يعني ما يهمهاش يعني لو كل الأطفال بيسمعوا برامج يعني rubbish يعني برامج ضارة مثلا. of crimes بتاع جرائم and violence وبتاع ايه؟ عنف. So long as they are quiet طالما هم ايه؟ ان هم هادئين. Some say that TV is a waste of time. بعضنا بيقولوا ان التلفاز تضييع للوقت. But it's said that you have the choice. لكن قيل انك ايه؟ طبعا عندك الاختيار. If you don't like it لو مش عاجبك don't buy a set or switch it off. يعني لو مش عاجبك ما تشتريش جهاز او حتى اقفل الجهاز خالص. If you boast you don't watch TV، لو انت بتتفخر يعني انك ما بتشاهدش التلفاز يعني. It's like boasting you don't read books. زي اللي بيتفاخر ويتباهى ان هو ما بيقرأش كتب، لان في حاجات مفيدة كتيرة. اول سؤال according to the passage وفقا للقطعة while watching a program on TV، اثناء ما نكون بنشاهد البرنامج في التلفاز طبعا ما حدش يقدر يتكلم، يبقى هنا nobody can talk. Number 2 nowadays في هذه الايام people rush home to be، ناس بتندفع عائدة الى المنزل to be ايه؟ طبعا هنا to be early enough for a TV program عشان يروحوا بدري قبل البرنامج. Number 3 the sentence it doesn't matter، الجملة اللي هي التعبير اسمها it doesn't matter can be replaced by، ممكن نستبدلها بإيه؟
طبعا ممكن استبدلها بكلمة it's not important يعني شيء مش مهم. Number 4. The summary of the last paragraph is ملخص البراجراف الأخير هيبقى إيه؟ طبعا كان بيتكلم هنا على everyone has a choice، كل واحد عنده اختيار، يا إما يتفرج على التلفاز أو ما يتفرجش. Number 5. The word rubbish can be replaced by كلمة rubbish ممكن استبدلها بإيه؟ احنا قلنا من شوية تقول cheap expensive bad good. طبعا bad ما أقول لك bad programs يعني برامج سيئة. Number 6. Mothers turn TV on to keep their children. الأمهات يعني بيشغلوا من التلفاز عشان يحافظهم أو يخلوا الأطفال يبقوا إيه؟ طبعا يبقوا هادئين، يبقى هنا calm. هو خدنا في القطعة quiet وهنا calm بتسويها. Number 7. The verb silence means stop. الفعل silence معناه إنه توقف عن إيه؟ يا ترى eating watching talking during. طبعا هنا letter C talking. بعد كده سؤال الترجمة، وانت بتترجم قسم الجملة اتنين عشان وخلي بالك من تشابه الحروف او الكلمات، وخلي بالك من السافكس والبريفكس والسينونيم والانتونيم عشان دي برضو بيلعب عليها ايه اللي بيضع الامتحان عشان يلخبطك عليها. Cutting down rainforests destroys the natural environment of thousands of animals. In addition, the trees we cut give us oxygen. نشوف أول حاجة، إن قطع الغابات المطيرة يدمر البيئة الطبيعية لآلاف الحيوانات. بالإضافة إلى ذلك فإن الأشجار التي نقطعها تزودنا بالأكسجين. أعتقد الجملة دي صح. طب نشوف بي وسي ودي غلط ليه؟ إن تقليل الغابات المطيرة يدمر البيئة. استنى يا مصر، تقليل إيه؟ إذا تقليل هنا خطأ. نشوف في لتر سي، إن قطع الغابات المطيرة يدمر البيئة الطبيعية لآلاف الحيوانات. برغم ذلك فإن الأشجار. استنى يا مصر، برغم ذلك إزاي؟ أنت لسه بتقول إن هنا مكتوبة in addition بالإضافة إلى، إذا كلمة برغم ذلك ديت غلط. لتر دي، إن قطع الغابات المطيرة يدمر البيئة الطبيعية لآلاف الحيوانات. بالإضافة إلى ذلك فإن الأشجار التي قطعناها تمتص الأكسجين. إزاي بقى إحنا قطعناها وتمتص الأكسجين؟ فديت برضو غلط، كلمة تمتص خطأ. إذا الإجابة بتاعتنا هتبقى الليتر A. تمام. ناخد الترجمة التانية. هل تريد أن تكون ناجحا في حياتك الشخصية والمهنية؟ لذا عليك أن تضع خطة لكل فعل تود القيام به. نشوف لتر A. أول حاجة do you want to be successful in your personal and professional life, so you have to do a clear plan. واحدة واحدة كده. وبقول لك أن تضع خطة، فطبعا do a clear plan do ما تجيش مع بلان. فأول حاجة هنا عندي كلمة do غلط. letter B. Do you want to be successful in your special and professional life؟ طبعا ما اسمهاش special لأن هو بيقول هنا personal شخصية، مش إيه، مش ذو ميزة خاصة. letter C. Do you want to be successful in your personal and professional life? So you have to make a clean plan for every action you want to do. إذا هنا برضو نفس الكلام. a clean ولا clear؟ clean غلط. letter D. Do you want to be successful in your personal and in professional life? So you have to make a clear plan for every action you want to do. تمام، يبقى إذا إجابتنا هتبقى letter D. تمام. ناخد بقى كده أسئلة التفكير النقدي الخاصة بجزيرة الكنز تريجر ايلاند. نمبر 1. Do you think the captain's stories were boring and why؟ هل تعتقد ان قصص الكابتن كانت مملة وليه؟ ممكن اقول هنا no because he used to tell stories about his adventures. طبعا لا، لان كانت قصصه معتاد ان هو يقول قصص ومغامرات عن الايه in the sea، مغامرات في البحار. and people liked it very much والناس كانت بتحبها كتير جدا. Number 2. Do you think Captain Smollett was unhappy? Why and why not؟ هل تعتقد ان كابتن سموليت كان غير سعيد؟ طبعا لو قلت ايوه هتقول ليه، قلت لا هتقول ليه لا. ممكن نقول yes because he didn't like the crew. ممكن نقول ايوه لان هو ما كانش عاجبه الطاقم بتاع العمل على السفينه or the idea of looking for the treasure او حتى الفكره بتاع البحث عن الكنز. Number 3. What do you think of Ben Gunn's behavior towards Jim؟ ايه رايك في سلوك بن جان تجاه جيم؟ طبعا بن جان ده اللي كان عايش في الجزيرة واستمر فيها تقريبا 3 سنين. ممكن نقول I think بن جان's behavior towards Jim was friendly. أعتقد إن سلوك بن جان تجاه جيم كان ودود friendly and helpful وكان متعاون معاه because he helped him to come back to the ship لأنه ساعده إن هو يعود إلى السفينة. بعد كده آخر سؤال عندنا النهاردة. write an essay of about 150 words. اكتب مقال 150 كلمة عن إيه؟ an important event or competition that you have taken part in recently and what you have achieved. يقول لك هنا طبعا حدث هام أو مسابقة هامة أنت طبعا شاركت فيها مؤخرا، وطبعا إيه اللي أنت حققته فيها.
وإحنا قُلنا لمّا آجي أكتب المقال، قُلنا بنكتب أفكار لها علاقة بالموضوع، مقدمة وموضوع وخاتمة، ونحاول نسيب مسافات بين الكلمات، ما نغلطش في الspelling ولا الgrammar وما نشطّبش، والخط بتاعنا يبقى واضح عشان ده كلّه عليه درجات. وزي ما وعدتكم إن المقال موجود معانا جاهز، مقدمة وموضوع وخاتمة وكمان مترجم عشان أوفّر عليك وقت كمان. خُد أفكار منه واكتب بأسلوبك أنت. إحنا كده وصلنا لآخر حلقتنا النهارده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات القادمة إن شاء الله. كان معاكم مستر أحمد العبد من قناة دروس عالمية أونلاين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.